الاب ده عنده بنتين، واحده منهم بنته والتانيه لقاها ورباها، فكان جاي عريس لبنته، هو مش عاوز يجوزه لها علشان على قد حاله. فالاب قرر ان هو يجوز العريس ده للبنت اللي هو رباها، والبنت كانت رافضه ومش عاوزه تتجوزه. فالعريس وصل قدم الورد للعروسه، فالبنت مثلت قدامه ان هي العروسه وطلبت منه ان هو يشيلها ورا ظهره لحد باب البيت. مجرد ما العريس لف علشان يشيلها بدله العروسه، شالها لحد باب البيت من غير ما يشوفها. مجرد ما وصل البيت بص في وشها فاتصدم، قال لها فين عروستي وانتي مين؟ قالت له هم قالوا لي اتجوزك لانهم كانوا رافضينك لانهم متخيلين انك انت فقير. قال لها مين اللي قال ان احنا فقراء؟ بالعكس انا من اكبر عائلات البلد وعندي شركات وعندي فلوس، وكويس ان ده حصل واتكشفوا قدامي. انت بنت طيبة، اتمنى انك تكوني راضية وتعيشي سعيدة معايا. قالت له طبعا موافقة. فعلا يا جماعة الطمع يقل مع جماعة. لو عجبك الفيديو صل على النبي في التعليقات.